يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني كتير. ازيكم عاملين ايه؟ راجعين لكم فيديو جميل جدا جدا جدا. الناس محب الزرع ومحب الخضره ومحب الطبيعه والريف المصري الجميل كده. حبيت ان انا ما احرمكمش من المنظر الجميل الممتع اللي انا قاعده فيه ده. بصراحه كان يوم ممتع بالنسبه لي جدا. الريف وجماله والخضره، اقسم بالله يا جماعه حاجات ترد الروح، حاجات جميله شيقه. هواء نقي، تحس يعني راحه نفسيه عاليه كده. واحلى حاجه طبعا وجود القمر ده في حياتي. يلا حطوا لي احلى لايك عشان خاطر حمودي، ما تنسوش اللايك الحلو وكومنت جميل. واحمد هنا بيسلم عليكم كلكم. بوريكم هنا شجره الفول، بوريكم ورقه الفول عامله ازاي يعني. حطوا اللايك عشان خاطر احمد يا جماعه. احمد كان مشتي ولبس الزنط عشان ايه؟ خاطر الهوا كان في شويه هوا في اليوم ده. وانا هو قاعدين كده. بابا كان شيلنا بقى الفاصوليا. طبعا الناس اللي شفت الفيديو اللي قبل كده كان في الفاصوليا الخضراء. احنا شلنا الفاصوليا ونزل جرار وحرط الارض وظبطها ورش. الغله بتتبدر كده يا جماعه في الارض. أنا كان نفسي اوريكم الموضوع ده، بس التليفون كان فاصل شحن والكهرباء كانت قطعه اليوم ده وما عرفتش حتى اشحنه. فما صدقت الكهرباء جت وشحنت التليفون جبته جاري، قلت لازم اصور معاكم المنظر الحلو ده. فبعد ما بدرنا الغله والجرار مشي من الارض، بيسقوا بقى الارض على طول عشان الغله تشرب كده وتهمر، وربنا يسهل الحال وتطلع باذن الله، وربنا يرزقنا واياكم اللهم امين. هتقولي إيه الزرع الجميل اللي انت قاعده في وسط ده يا دودو؟ ده زرع الفول، ده انا اللي زرعاه بايدي في الفتره اللي ما كنتش شغاله فيها. كان نفسي اوريكم بجد، بس الفول ده انا اللي زرعاه بايدي. انا واشرف كان هو بيظبط الحته كده، وانا اللي احط البذره الفول حبايه الفول وزرعناه، وما شاء الله اللهم بارك يا رب. طلعوا جميل. هو لسه ما طرحش، بس زي ما انتم شايفين منور، كله عامل نوار جميل ازاي. شايفين نوار الفيل دي ريحه حلوه قوي يا بنات. بجد القعده هنا بتبقى ممتعه، يعني بحس باحساس حلو كده وانت قاعده في قلب الفول كده. دي ريحه حلوه وهواء بتاعه تلاقيه ساقع، سقعيته جميله كده يعني سبحان الله. طبعا يعني الخضره جميله جدا جدا جدا. وصدق المثل اللي قال خير الاماكن كلها دايما بتكون في الاماكن اللي فيها الريف. وبقولك دايما ايه؟ اللهم ذكرني وانا نسيت. افتكروا معايا يا ولاد: خضره وميه وجه حسن. فانا كنت قاعده جنب الخضره والميه ومعايا الوجه الحسن حمودي، ما تحرمش منه ابدا طبعا يا رب اللهم امين. وهنا ابو اردان صديقي الفلاح، لازم كل ما يبقى في جرار ننزل الارض تلاقي ابو اردان بيجري جاري وراه. ليه بقى؟ بينقي الدوده اللي في الارض، بينقي اي حاجه سبحان الله، وبينظف الارض يعني من اي حاجه ضاره فيها. فصدق فعلا ان هو صديق الفلاح. شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب. مناظر جميله ترد الروح. والقعده في قلب الفول كده ايه؟ تحفه تحفه تحفه. فاكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه لو الفيديوهات دي بتعجبكم، هكتر لكم منها واعمل لكم جولات دايما في قلب الريف، تتفرجوا على الريف المصري وعلى الزرع بتاعنا، وتتفرجوا على اي زرع بيجي. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. دايما الزرع بيرد الروح وحلو. ولو عجبكم الفيديوهات دي هعمل لكم ان شاء الله منها كتير، بحيث ان احنا نرتب كده على نفسنا شويه. بعيد عن المطبخ وعن الاكل والشرب اللي مش بيخلص ابدا. ده روتين اليوم اللي كل يوم بنصحى عشان نطبخ، كل يوم بنصحى عشان ننظف البيت، كل يوم بنصحى عشان نغسل مواعين. اما المواعين دي بقى حكايه تانية، تكاثر يعني ايه؟ تكاثر ذاتي مع نفسها كده. شايفين الميه وهي بتجري كده؟ احنا اشرف فتح في حوض تاني. شايفين؟ فانا حبيت ان انا اوريكم منظره جميل جدا والميه بتجري كده سبحان الله. فكان فيلم الارض كان بيقول لك ايه؟ الارض لو عطشانه نرويها بدمنا. احنا بنرويها بدمنا برضه. شكلها جميل جدا والله بجد. الميه نازله كده على الرمله كده وهي ناشفه. شوف سبحان الله جميله. انا كنت قاعده على فكره مش واخده بالي ان الميه جايه تحت، كنت حاطه رجليا جنب الفول. بص لقيت الميه ملت رجلي. طلعت اجري في الفتره دي كده، حش رجليا بسرعه انا واحمد. لان الفول مزروع برضو واطي شويه عن السكه. زي ما انتم شايفين كده، فبيشرب من المروه على طول. يعني شايفين دي زرعتي يا جماعه، انا اللي زرعها بايدي. اكتبوا لي في الكومنتات بقى ايه رايكم في الفول كده بزرع كده وجميل. اول مره طبعا اعمل الحاجات دي، بس والله شكلها حلو جدا. هي مش كبيره يعني، بس هتاكلنا، هناكل منها اخضر، فول اخضر طول السنه كده باذن الله. بدل ما نشتري من بره، طول ما في فول احنا هناكل فول اخضر. حمودي يا حمودي حط لايك يا جماعه عشان خاطر حمودي. حمودي قلب ماما ده. شايفين الميه سبحان الله. بنقعد بقى جنبه كده كده. اشرف بيفتح الحوض ده ويسيب الميه تملي مع نفسها لعند ما الحوض كله يتملي ميه. لما الحوض ده يتملي بنفتح الحوض اللي بعده على طول. طبعا مفيش حاجه سهله ومفيش حاجه ببلاش، كل حاجه متعبه. وكل حاجه يعني كل حاجه عايزه شقه. ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب.
بس الحمد لله احنا راضيين بما قسمه الله لنا، واكيد ربنا سبحانه وتعالى يعوضنا خير وهيرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. ودايما نخلي عندنا امل في الله، ان ربنا سبحانه وتعالى عين لنا الخير. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يحرم من حد من حاجه مش معناه انه غضبان عليه، لا، ده هو كلها ابتلاءات في الحياه عشان نصبر ونحتسب، ولنا اجر في الدنيا واجر في الاخره باذن واحد احد. فاحنا ربنا سبحانه وتعالى عين لنا الخير باذن الله، وانا متفائله في وجه الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعوضنا خير. طبعا بتمنى منكم تقفوا جنبي في القناه عشان تقف على رجليها تاني، واتمنى تكون مصدر رزق لي انا وولادي، ويكون مصدر دخل، لان والله الواحد محتاج بجد في الزمن اللي احنا فيه ده ان يكون في دخل تاني يساعد. لان يعني بحس ان يعني الدخل مهما الواحد يشتغل ومهما يجيب تحس ان برضه محتاج، برضه مش مكفي. ما شاء الله العيال بتكبر والدنيا بتغلى الحمد لله. فان شاء الله انا واثقه في كرم ربنا عليا طبعا اولا واخيرا، واثقه في حبكم ليا، واثقه ان انتوا هتقفوا جنبي وهتوصلوا لي الفيديوهات، وهكبر بقناتي وتوصلوا قناتي لعدد كويس من المشاهدات والمتابعين، وتكون يعني قناه كويسه باذن الله، يكون فيها مصدر رزق ليا ولولادي، اللهم امين يا رب. فاتمنى منكم بجد تقفوا جنبي وتساعدوني، احلى اخوات في الدنيا، ان انا ربنا يصلح لي الحال، وتكون القناه مصدر رزق ليا واكمل فيها على خير، ويكون فيها دخل ليا ولولادي باذن الرحمن. انا بحب جدا المنظر ده يا جماعه، ابو قردان كده وبتمشي كده شكله جميل. صعب على فكره ان الواحد يطوله، يعني مش تعرفي تمسكيه بالساهل. معانا في مره سيلفي اخو اشرف مسكه وربط في رجليه فتله كده حبل، وقعدوا العيال يطيروا فيه، وبعدين قلت لهم لا حرام بقى ايه طيروه. كنا في الشتاء برضو مسكوه، يا عيني كان مبلول فمش عارف يمسكوه، لما جناحته اتبلت ميه، لما جناحته اتبل ميه ما بيعرفش يطير بيتقل، فمسكوه وقعدوا يلعبوا بيه. ما انا لما جيت بقى شفتهم قلت لا ما ينفعش يا جماعه كده حرام، برضو هو دبه خرصه، وفكيناه وطيرناه، نشفته كويس كده وطيرت. هو زي اي طير مسكين، لا حول ولا قوه. بعدين انا بعشق شكله، بعشق شكله الابيض الجميل ده، بحس وشه وش خير كده في الارض، ورجليه الطويله المعصعصه دي. ادعوا لنا بقى ربنا يجعلها سنه خير علينا يا رب وعليكم، وربنا يرزقنا وإياكم يا رب، اللهم امين. طبعا السنه الجديده اولها بكره باذن الرحمن، ونتمنى يا رب يا رب تكون سنه وشها خير على الامه الاسلاميه جميعا، على كل الناس يا رب، وربنا يصلح حالنا وحال الناس جميعا، اللهم امين يا رب. وارزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب، وتكون سنة كلها سعادة كده، وسنة كلها أخبار حلوة وحاجات حلوة، وما دخلش علينا غم لا احنا ولا انتوا يا رب، اللهم آمين. وتعوضنا خير يا رب عن أي تعب وأي شقة شقيناه وتعبناه في السنة اللي فاتت، تكون السنة اللي جاية أفضل وأفضل بإذن الرحمن، اللهم آمين يا رب. وهابي بيرث داي لكل إخواتنا، وبقول طبعا لكل إخواتنا المسيحيين كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم بخير يا رب، وكل الأمم كلها كل سنة وانتم طيبين، وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، ويفك كرب المكروبين، اللهم امين يا رب، اللهم امين. وربنا يجعل سنة خير علينا يا رب. اسيبكم بقى تستمتعوا مع الفيديو الجمال الجميل ده، بدل ما انا عارفه ان انا رغايه تمام وبدردش كتير، يعني ما بصدق ان انا اختلي بيكم كده واقعد ادردش، فانت اكيد زمانكم دلوقتي زهقتوا مني بتقولوا كفايه بقى يا دودو خلينا نتفرج، فانا هسيبكم تكملوا باقي دقيقه او حاجه تتفرجوا بقى على الجمال الحلو ده والميه كده والحاجات الحلوه دي. شوفوا وشكم على خير يا احلى اخوات في الدنيا.